الفيديو الخامس: استقبال اللاجئين. في القانون، طالب اللجوء له كل الحق بالاستقبال. الكل ينسى الاستقبال يعني أن لك الاحتمال في العيش بمكان آمن، الاتصال بعائلتك، التكلم مع محامي أو مع أشخاص يعملون في حماية حقوق اللاجئين. في إيطاليا، الاستقبال يعني العيش في الكارا أو في سبرار. الكارا هو مركز استقبال لطالبي اللجوء. السبرار هو نظام لحماية اللاجئين أو طالبين اللجوء. يوجد سبرار للقاصرين، سبرار للبالغين، أو سبرار للبالغين مع عائلتهم. الشرطة تستطيع أن تقرر بأي لحظة بأن يجب عليك أن تغير الكارة. قبل الترحيل يجب على الشرطة أن تعطيك ورقة تشرح لك سبب تحويلك. أنت حر للخروج من الكارة في النهار، ولكن أنت مجبور للالتزام بالأوقات، وعلى كل الأحوال يجب عليك العودة في الليل. لأسباب مهمة تستطيع أن تستفسر من البريفكتورة بعدم الرجوع ليوم أو أكثر من يوم. البريفكتورة تستطيع أن تعطيك السماح المؤقت وأخبارك بأنك لا تستطيع الابتعاد. الورقة يجب أن تكون مترجمة في لغة تستطيع فهمها، وإذا لم يكن بالإمكان يتم ترجمتها في لغة من هذه اللغات: في الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية أو العربية. إذا ذهبت من غير تصريح بالخروج المؤقت، الكوستورة والبريفكتورة يعلمون اللجنة في المحكمة، واللجنة تقرر حول طلبك للجوء بدون السماع إلى ما تريد قوله. البريفكتورة تستطيع أن تقرر بأنك لا تملك الحق في المعيشة في مراكز استقبال السبرار. تستطيع أن تقرر ل5 أسباب: إذا تذهب بعيدا عن المركز ولا تخبر البريفكتورة، إذا لم تحضر في موعد الجلسة في المحكمة، إذا تقدم طلب ثاني للجوء بدون أن تضيف أي معلومات جديدة بحالتك الشخصية الحالية، أو عن بلدك الأصلي. رابعا، إذا البريفكتورة واثقة بأنك تملك مال كافي للمعيشة. خامسا، إذا لا تحترم القوانين في المركز، تكسر أغراض المنزلية، لك أساليب ومعاملات سيئة. إذا تذهب بعيدا عن المركز ولا تعلم البريفكتورة، من الممكن أن ترجع إلى المركز إذا كان السبب ابتعادك لأسباب شخصية مهمة أو خطرة، أو إذا كانت حالتك الصحية لا تسمح لك بالعودة. إذا البريفكتورة تعلم بأن لديك المال الكافي للمعيشة، أنت مجبور لدفع كل المال الذي استلمته في مدة استقبالك. لك الحق لرفع استئناف على قرار البريفكتورة، ولرفع هذا الاستئناف أنت بحاجة إلى محامي. تستلم الإقامة لطالبين اللجوء عندما تكون جاهزة. مع الإقامة لطالبين اللجوء، أنت حر بالاختيار ما بين المعيشة في الكارا أو في سبرار، أو إذا تذهب للمعيشة
في مكان آخر حتى يعلن قرار المحكمة. للمزيد من المعلومات استمع للتسجيل الخامس: الإقامة لطالبين اللجوء. في تشيلي يجب عليك أن تكون على علم بحقوقك وعلى واجباتك في اللغة التي تختارها، وإذا لم تكن متوفرة يمكن أن تكون في الإنجليزية، الفرنسية، الأسبانية أو باللغة العربية. لك الحق بالاتصال هاتفيا، استلام وإرسال رسائل بريدية، وللحصول على الخروج في الهواء الطلق، النوم في منطقة خاصة بالرجال أو بالنساء، وإذا كان ممكن البقاء مع عائلتك. لك الحق برؤية عائلتك والتحدث مع محاميك، مع أشخاص يستطيعون حماية حقوقك وديانتك. الزيارات ممكن أن تكون محدودة لقرار من المركز، ولكن لا يمكن أن تكون ممنوعة. إذا كنت تشعر بالمرض والمركز هو مكان ليس صحيا، لك الحق بأن لا تبقى في تشيلي. لك الحق بالخروج من تشيلي مرافقا مع الشرطة في الحالة التي يجب أن تتكلم مع القاضي، الذهاب إلى سفارتك، إلى المستشفى، وفي الحالة إذا كان أحد أقاربك بحالة سيئة. إذا كنت محجوزا في تشيلي تستطيع طلب في أي لحظة الرجوع إلى بلدك. هذا يعني بأنك تلغي طلب الحماية الدولية في إيطاليا. في هذا الحال الشرطة تعطيك ورقة لتقول كلمة إلغاء الطلب وترافقك إلى الحدود. الاستقبال يعني أيضا الحصول على رعاية صحية. القانون الإيطالي يحمي صحتك، وخاصة للكبيرين في العمر، القاصر، عاجز، حامل، أو لوحدك مع ابنك، أو قد تعرضت إلى العنف. للمزيد من المعلومات عن الرعاية الصحية استمع للتسجيل السادس: الرعاية الصحية.